من فترة كده وهم بجد محيريني قوي. ساعات كتير كنت بشوفهم جيل متنعكش كده ومحدش مالي عينه، وساعات تانية كنت بشوف منهم تصرفات بجد بتبهرني. عشان كده كان نفسي قوي أسمعهم، أقرب منهم، أدخل جوه دماغهم. النهاردة أنا هحاول أفهمهم صح، ونحاول كلنا، بس المهم نكون متفقين إن ده مش برنامج. ميران ممدوح. هاي يا سيف، ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. سيف، أنت بتحب نفسك؟ اكيد طبعا. ليه؟ طيب وبتعامل بهدوء في المشاكل الكبيره وبتخليني اتصرف صح يعني. ايه اكتر حاجة بتشوفها في نفسك مميزة او بتشوف اصلا نفسك متميز ولا لا؟ بشوف طبعا نفسي متميز. في ايه او بايه متميز بايه؟ يعني لو في حاجه حطيتها في دماغي هعملها، يعني حتى لو مش وقتها دلوقتي بس كده كده لازم هعملها. ايه اكتر حاجة بتكرهها في نفسك؟ ان انا ساعات مش ببقى منظم في الوقت، دي حاجه بتضايقني قوي في كام حاجه. وايه اكتر حاجة بتحبها في نفسك؟ عند مشاكل معينه وعند حاجات بيحل عليها ذكاء كده، بجيب حل يعني بجيب حل لاي مشكله بس بطريقه ذكاء يعني. طيب ايه هو حلم حياتك يا سيف؟ نطلع طيار. طيار؟ انت رديت بسرعة قوي، واضح ان انت محدد. مين مثلك الاعلى؟ طيار سولي، مستر سولي ده طيار امريكاني. كان في سنة 1090 كان حصل مشكلة، كانت التو انجنز بتوع الطيارة دخل فيها بيرد سترايك، فكانت الطيارة ماشية من غير انجن. فهو كان على المحيط فكان لازم يعمل لاند والمطار كان بعيد قوي. هو كان شايل 190 نفر في الطيارة وعمل لاند في المايه وانقذ ال 190 نفر. اوكي ستوري حلوة على فكرة. فانت بتحب الطيران وعايز تطلع طيار وهو ده مثلك الاعلى. انت اجتماعي يا سيف؟ مش قوي. عندك كام واحد صاحبك تقريبا؟ انا ليا معارف جديده بس يعني ككلوز فريند او فريند. لا ما انا بسأل على الصحاب المعارف تقريبا. لا يعني لا ناس كتيره قوي يعني. طيب الانتيم بقى اللي هم القريبين الكلوز قوي كام واحد؟ مفيش مثلا غير واحد اتنين مثلا. واحد بس؟ ممكن اوكي طب هسألك سؤال. هو الانتيم قوي ده المفروض ان هو يكون عارف عنك كل حاجه، كل اسرارك؟ لا مش لازم يعني. ممكن احكي له اسرار بس مش هحكي له اسرار كبيره يعني في الاخر هيبقى في حته برايفت بتاعتك. ايوه في حته طبعا بتاعتي. انت عندك اخوات؟ قد ايه؟ عندي اخت صغيره عندها 9 سنين. علاقتك بيها ايه؟ كاختي يعني علاقتي بيها الحمد لله كويسه، يعني اي حاجه بتطلبها مني بعملها لها يعني الحمد لله. علاقتك ايه ببابا وماما؟ بتحبهم اكتر ولا بتحترمهم اكتر؟ هو من ناحيه الاحترام ده بحترمهم طبعا، من ناحيه الحب بحبهم قوي لان بتحبهم اكتر ولا بتحترمهم اكتر؟ الاحترام. انت عصبي؟ لما بتتعصب بتعمل ايه؟ يعني كنت مره بذاكر مسكت الكرسي رميته. اوكي عصبي جدا يعني. بس الموضوع ده يعني اشتغلت عليه بقالي فتره يعني. عملت ايه بقى؟ اول لما تميت ال 11 سنه تقريبا ابتديت اعقل واحده، يعني ان حتى لو اتعصبت ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه تتغير. يعني لما اقف اصوت وازعق واحده في اللي قدامي ايه اللي هيحصل؟ هو اللي انا فيه. طيب ده عيب انت شفته واشتغلت عليه لحد ما دلوقتي اتحسن. انت قلت ده كان وانت عندك 11 سنه وانت دلوقتي عندك 14 سنه. صح؟ لما بتغلط بتعتذر لنفسك وتكون متاكد ان انت غلطان، بتعتذر لنفسك ولا بتعتذر لبابا وماما وبتكتفي على كده؟ فكر في السؤال. بعتذر لنفسي لان انا ساعات ضميري ممكن يقلبني لو انا عملت حاجه غلط، وبعتذر لبابا وماما اكيد يعني. لما بتغلط بتتعاقب ازاي يا سيف؟ ما بتعاقبش خالص. الموضوع العقاب ده خلص يعني. اصل العقاب انا لو عايز اعمل حاجه غلط مش هروح اعملها مع صحابي. لو عايز اعمل حاجه غلط هروح اقول لبابا وماما وهفهم ده ايه، هبقى فاهم ده ايه. وحتى لو عملت حاجه غلط من وراهم العقاب ملوش داعي للعقاب. انا بفهم الموضوع. استنى انت امتى اخر مره عملت حاجه غلط وتعاقبت عليها؟ اخر 3 سنين مثلا. اوكي يعني انت بقالك 3 سنين ما عملتش غلط ولا بقالك 3 سنين ما تعاقبتش اصلا؟ لا 3 سنين ما عملتش غلط وما تعاقبتش. ده كده طلع ورور يا فندم.
طب دي حاجه كويسه جدا عموما، يعني انا انبسط ان انت ما بتعملش حاجه غلط، بس خلاص ده ديل يعني انتوا عاملينه ان مفيش عقاب. وحتى لو عملت حاجه غلط، هو ما العقاب، اصل العقاب لو اتسحب مني التليفون، ما هو كده كده هرجع غصب عني هيعمل نفس الحاجه. طب انت هتستخدم نفس الاسلوب ده لما تكبر ويبقى عندك اولاد؟ طبعا، ان الاسلوب ده لما اعمل حاجه غلط ما ببقاش خايف او بحاول ان انا اداري على الغلط اللي انا بعمله، ان انا فاهم لو رحت كلمت اهلي هفهم بالظبط اللي انا عملته ده ايه. مين اكتر حد متفاهم معاه في البيت، بابا ولا ماما؟ الاتنين. مين اقرب؟ يعني بابا في الشغل وماما في البيت، فانا بقعد مع ماما اكتر ما بقعد مع بابا. طيب انا سمعت كده ان انت عندك تجربه شغل. صح؟ انت عندك 14 سنه وبتشتغل. او عملت بروجكت، عملت مشروع، صح؟ طب قولي انت الفكره ايه وعملت ايه؟ الفكره ان احنا كانت وقت الكوفيد، كانت تقريبا ما كانتش الناس بتنزل، وانا ما كنتش بنزل، كانت البلد كلها كانت تقريبا نص البلد كانت كلهم قافلين، وكنت زهقان. وكانت فكره بابا ان انا واختي نحط ايدينا في بعض ونعمل مشروع. وجت بعديها بيومين جات لنا الفكره ان احنا جت فكره بعد ما دورت وكله، الفكره ما كانتش موجوده اصلا في مصر يعني. بجمع كل المدارس السبلاي ليست بتاعتهم. اوكي. يعني باخد السبلاي ليست بتاعتهم، بعمل الديزاين بتاع السبلاي ليست، احطه على الويب سايت. كنت عامل ويب سايت يعني كان معايا فوق ال 20 مدرسه داخلين معايا، واللي مدرستنا متروبوليتان كان في كود 10% اوف، ونزلت بازار مع مدرستنا في متروبوليتان، وكنت بجمع السبلايز دي كنت بجمعها. وانت كالكاستمر او المشتري يعني ليك اختيارين، يا اعمل السبلايز من غير ليبل بالاسم، يعملوا بالليبل. كنت بعمل ليبلز، كنت بطبع ليبلز كده، وليبل من اول القلم لغايه الشنطه بكتب اوكي من تحت. يعني تقريبا دايركت كده مكتبه اونلاين، ممكن نقول كده. المشروع ده استمر قد ايه؟ قعدت فيه حوالي سنه، بس بعد كده وقفت. انت اللي كنت بتباشر كل حاجه بنفسك، وانت اللي كنت بتعمل كل حاجه. بس طبعا ماما وبابا ساعدوني في كام حاجه اكيد يعني. بس يعتبر ان انت كنت بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت. لا، الدراسه دي كانت في انا عملت مشروع بعد الدراسه في الاجازه، في البريك، وبعد كده اكمل لغايه لما جيت في وقت قلت ما خلاص كان لازم مني اوقف. طيب انت بتلعب رياضه؟ كنت بلعب رياضه، بس دلوقتي وقتها كنت بتلعب رياضه؟ حلو. يعني كنت بتدرس، تلعب رياضه، وبتشتغل. ازاي كنت قادر تنظم وقتك ما بين الثلاث حاجات دول؟ الحمد لله، شكرا لماما، يعني هي اللي كانت بتفهمني ازاي تنظم وقتك. يعني دلوقتي انا بقيت بعرف انظم وقتي. لو قلت لك هتمسك اداره المدرسه لمده 24 ساعه، اي مدرسه او مدرستك بصرف النظر عن هي ايه، لمده 24 ساعه، اول حاجه هتعملها ايه هي؟ هدي المنهج شويه. من النهارده انا نظري المدرسه وكلامي هو اللي هيمشي. تلبس اللي لايق عليك ولا تلبس الغالي بس او البراند؟ لا، لايق عليا. انت بتتاثر بكلام صحابك اللي حواليك ولا لا؟ لا. بتشوف لما بتكونوا خارجين، بتشوف ان اصحابك ممكن يتنمروا على حد او يغلسوا على حد او وات ايفر هم هيعملوا ايه، حاجه مش كويسه يعني، تتماشى معاهم عشان تبقى متماشي مع الشله اللي انت خارج معاها، ولا لو انت معترض هتقف وتقول انا مش هعمل كده او مش هعمل معاكم اللي انتوا بتعملوه ده؟ لو انا معترض وشايف ان قدام يعني هخش في غلط هقف، يعني مش هكمل. الخروجه الجامده ولا التمرين؟ تمارين. يعني ما تطنش التمرين عشان خروجه حلوه؟ متاكد؟ لا. ما بتكدبش صح؟ لا. هسألك شوية أسئلة كده سريعة ورد عليا بسرعة، يعني ماشي. بكلمة أو بكلمتين. الفلوس مهمة بالنسبة لك؟ أنا بتكلم بالنسبة لك. هي مهمة، بس مش هي اللي هتجيب لي الاحترام. لما تكبر وتيجي ترتبط ببنت جميلة ولا غنية؟ جميل. على وضعك ده وتفكيرك اللي انت وصلت له طول ال 14 سنة اللي انت عايشهم، متخيل ايه اللي ناقصكوا كجيل حاسس انه مش موجود؟ اللويالتي ما بين الناس. ايه اللي حصل لك حسسك بعدم ده؟
كان عندنا في كامب لازم بتطلع من على شجره، بتطلع في شجره وبعد كده بتكمل باقي، كان كورس كده بتطلع في كامب. اوكي. عشان تطلع الشجره في سلم، انا طلعت وهما راحوا شالوا لي السلم وجري مني. ده على سبيل اللعب والهزار؟ هو كان لعبه في فانت واحد طبعا ما عرفتش تنزل من غير السلم. انا نطيت من على الشجره. يعني هو هزار وقلب جد ولا هو هزار فعلا وقلب- شالوا لا، السلم ومشي لا، وسابوك؟ هزار وقلب جد. اوكي. يعني كان بيهزر، شال السلم وبعد كده راح مشي وسابني، مشي واخد السلم معاه وانت فوق على الشجره؟ وانا كنت فوق. وكان في تحت كان في شبكه كده، نطيت في الشبكه قلت اللي هيحصل يحصل. نقدر نقول ان ده موقف اثر في حياتك في حاجه؟ انك مش لازم اثق في كل حد 100% يعني. ما بقاش عنده الثقة في حد. سيف، هو انت حاسس ان انت اكبر من سنك ولا في سنك عادي؟ اكبر من سني ممكن شويه يعني. ده سببه ايه؟ قول. لا ممكن احنا اتفقنا ان احنا هنقول كل حاجه. ممكن يكون عشان انا بدات شغل في وقت معين عكس الناس في سني. كبرت اسرع ما الناس اللي في سني بيكبروا طبيعي. طيب لو قلت لك عايزاك تشيل حاجه من حياتك مضايقاك، شيل حاجه في حياتك، يعني لو عندك اوبشن ان انت حد يقول لك اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي مضايقاك في حياتك دلوقتي هنشيلها حالا، تشيل ايه؟ ولا حاجه يعني. الحمد لله على كل حاجه يعني. طيب ولو العكس، لو قلت لك ضيف لحياتك حاجه انت حاسس ان دي الحاجه الوحيده اللي لو اتضافت دلوقتي انت هتبقى كده اوف 100 فل و10؟ اني اضيف كام بروجكت كمان ويعني ابقى ماسك لاين بتاع بروجكتس. انت بتقعد قد ايه على البلاي ستيشن؟ ما عنديش بلاي ستيشن. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ايه؟ بجد؟ ما بجد عمر ما كان عندك بلاي ستيشن؟ عمرك ما لعبت فيديو لا. جيمز؟ عندي اكس بوكس كده، بلعب العاب زمان خالص يعني، وكل ده في الاجازه كده 3-4 ايام في السنه كده اللي ممكن اقعد العبهم يعني. بس يعني انت مش عايز فاضي تفهمني أعمل ان انت بلاي ستيشن. انت عايز تفهمني ان انت عندك 9 سنين 10 سنين لا، ما ما جبتش بلاي زنتش ستيشن. على اهلك ان هم يجيبوا لك بلاي ستيشن لا ولا في اهتماماتك؟ لا، طب انت بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا؟ كنت ساعتين بس. انت اللي عرفت الحاجات دي لوحدك ولا مامي اللي وجهتك؟ انا ما بحبش الاونلاين كتير، بحب الفيس تو فيس اكتر. سيف، انت بتقرا كتير؟ مش قوي. انت في مدرسه انترناشونال، اه شاطر في العربي؟ شاطر في العربي بس انا ما بحبوش. تعرف تاخد قرارات مهمه في حياتك؟ اه بتشوف ازاي واحد من نفس سنك ناجح؟ يعني لو عمل ايه تقول ده جامد، ايه ده، دي حاجه حلوه ما جاتش في بالي عايزه اعملها، يكون عمل ايه؟ يعني واحد صاحبي قوي قوي هم. لما انا وهو مش في نفس الفصل، فبقى المنافسه ما بيننا غير الصحاب. لما حد فينا بيكسب غير ان انا ببقى فرحان له، ببقى بتعلم منه. ايه رايك في تاثير التكنولوجيا تحديدا على جيلك؟ تأثير سلبي. جايب معلوماتك من فين؟ يعني ماما وبابا وكده ممكن ماما وبابا. لو قلت لك تختار شخصيه مهمه جدا تقابلها، تختار مين؟ نجيب ساويرس عشان ناجح في كل المشاريع بتاعته يعني، ربنا يزيد. بس احب اتعلم منه يعني. طيب ولو بامكانك تعمل تبادل ثقافي مع بلد تانية، تختار بلد ايه؟ ايطاليا. ايه اكتر حاجه عجبتك بره مصر؟ الكوميونتي اللي بره مصر والنظام اللي في الشارع بالذات يعني. اوكي حلو قوي. لو صحيت بقى في يوم زي ما صحيت معايا كده في ايام تانية، لقيت ان انت هتمسك منصب كبير في البلد، طيب تمسك منصب ايه وتعمل ايه؟ همسك وزارة التعليم. وزاره التعليم. عشان هدي قيمة للمدارس اللي هي الناشونال. طيب لو قلت لك اتمنى امنيه تتحقق حالا، تتمنى ايه؟ نطلع طيارة. حالا حالا اطلع طيارة. يا رب يا سيف تطلع طيار. ايه هو مشروع حياتك؟ خلاص انت طيار، ايه بقى المشروع اللي عايز تعمله جنب ان انت طيار؟ ابيع طيارات. هستغل انك شاطر في المدرسه بقى. ماشي. اعملي جمله باللغه العربيه بسرعه، من اول الجمله كلمه تبدا بحرف الخاء. خروف ياكل مثلا. صبح صبح يا عم الحاج. خروف ياكل بس كده؟ مفيش حتى ياكل ايه؟
حروف يأكل النباتات أو الأعشاب. اوكي طيب حرف الصاد. يصطاد القبطان جميع أنواع السمك من صاد. أولها. بنبدأ ماشي، الكلمة ماشي. بحرف الصاد. ماشي. انت قلت يصطاد. مش عارف. هم. لا مش عارف. ايه اغرب رسالة مسج جات لك في اي حاجة من واحد صاحبك؟ كنت قاعد في كافيه، واحد بعت لي صورتي وأنا في كافيه. اخر حاجة سيب مسج لماما دلوقتي. شكرا جدا على كل السبورت وبحبها من كل قلبي يعني. لو قلت لك قول منك انت نصيحة للكبار يقولوها لاولادهم اللي في نفس جيلك، تقول ايه؟ ان الفلوس مش الفلوس هي اللي بتعمل الناس هي اللي بتعمل الفلوس. احنا خلصنا يا سيف. اتضايقت؟ لا ضغطنا عليك في اي انبسطت سؤال؟ لا انبسطت خالص صح؟ تمام؟ تمام.